في مدرستنا كفر ميت الحارون هنقدم عمل مسرحي خاص بالتراث الثقافي ورموزه الوطني. طبعا مصر مليئة بالرموز الوطنية العظيمة التي أثرت في حياتنا. وهنبدأ بأول محور وهو الخريطة. اتفضلي. رسم توضيح تمام، وعامله نشاط عن طبيعي. والخريطه برضك اهي خريطه مصر دي من اهم عنصر في دراسه الدراسات الاجتماعيه. ننتقل الى محور اخر مع اعزائنا الطلاب مدرسه كفر ميت الحارون وعنصر. اتفضل يا حسين هتقول لي ايه؟ مفتاح الخريطة الموضوع الذي يتناوله الخريطة. المفتاح هو دي اللي بيدل على تناول الموضوعات اللي تناولها ايه الخريطه. ننتقل الى محور اخر. اتفضل تقول لي ايه؟ بالنسبة بين المسافة على الخريطة ونعمل على ما شاء الله عليك، وعامل برضك نموذج زي مقياس الرسم. ننتقل الى جزء اخر، قارات العالم القديم. ايه هي؟ تمام، اسيا، افريقيا، اوروبا. ننتقل الى محور هام وهي اهميه الخريطه في حياتنا. اتفضل يا اسيا. تساعد برافو عليك، هيحسك في تحديد ملكيه الاراضي الزراعيه وتساعد الجيش في ايه؟ تحديد. برافو عليك، تحديد ايه؟ المواقع. تمام كده، علي حسك عادي. هنقول قارات العالم الحديثه بقى. اتفضلي يا تمام، ما شاء الله عليك، وعامله عنصر نشاط عليك. ننتقل الى مشروعات هامه تمت في العصر الحديث. هي حصلت في العصر القديم سنه كام؟ 1800. تمام، وتم توسيعها تمام في عهد الرئيس ايه؟ عبد الفتاح السيسي. تمام كده. ننتقل الى جزء اخر. اتفضل يا حبيبي. تمام، قبل ما ننتقل لمحور اخر هنعيد المحور ده عشان مهم جدا. عناصر الخريطه. اتفضل. وين؟ وردة البوسطة ومفتاح الخريطة وعنوان ايه؟ عنوان ايه؟ الخريطة. تمام كده. يبقى ننتقل إلى جزء آخر بقى يا جماعة مع طلابنا الصف ايه؟ الرابع. يبقى كده خلاصة العمل المسرحي اللي احنا عرفنا أنماط معينة في تراثنا الوطني. بدأ بتعريف الخريطة مع سما، وحسين عرف لنا حاجات مهمة جدا محاور في حياتنا. ويجب يا أعزائي الطلبة الصف الرابع أن تكون تحترم وتقدر الرموز الوطنية اللي انتوا عملتوها، مثل الأديب العالمي طه حسين ونجيب محفوظ، والمشروعات الضخمة التي لابد أن تكون على دراية بها. يبقى كده تاني، أول حاجة يعني زميلكم عرفت لنا الخريطة. اتفضلوا قولها تاني. ما شاء الله عليك. هنعيد برضك التاني عشان ايه؟ نثبت المعلومة. اتفضل. تمام، ننتقل الى محور اخر مهم في حياتنا برضك، مقياس. ما شاء الله عليك. نيجي بقى على قارات العالم القديم. اتفضلي يا عائشه. ما شاء الله. نيجي بقى على اهميه الخريطه. تمام، جيش. برافو عليك. نيجي بقى على قارات العالم الحديث. ما شاء الله عليك. مشروعات ضخمة حصلت في العصر القديم والحديث. دي افتتاح قناة السويس وتم توسيعها في العصر الحديث 2000 وكام؟ في عهد الرئيس عبد الفتاح ايه؟ تمام كده. ننتقل إلى مشروع آخر. واتفضل. ايه؟ ماشي، يبقى دي قالت لنا عناصر الخريطة كلها. تمام كده. يبقى يا أولاد الخلاصة اللي عمل مسرحي خاص بالتراث الوطني والرموز الوطني. وشكرا على الأنشطة اللي انتوا عملتوها، وإلى لقاء آخر مع عمل مسرحيات. وشكرا لحضرتك.